ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن كلب نادر وهو كلب الكوفاز. اولا، تاريخ النوع. بتنحدر سلالته من المجر، وبيرجع تاريخ السلالة للقرن ال15، ولذلك بيعتبر من اقدم انواع الكلاب في العالم. ثانيا، شكل النوع. لونه بيكون ابيض فقط، وفروته بتكون كثيفة طبقتين. شعرته بتكون مجعدة. ارتفاع النوع بيتراوح من 66 ل 76 سنتي، ووزنه بيتراوح من 35 ل 52 كيلو جرام. بتكون ودانه نازلة وديله كثيف. سادسا، استخدامات النوع. كلب حراسة ممتلكات وأغنام، ولذلك يصلح ككلب راعي كمان. كما انه ذكر في التاريخ ان النوع ده تم استخدامه ككلب صيد سابقا. رابعا، سلوك النوع. كلب ذكي جدا وبيتعلم بسرعة، ولكنه ممكن يبقى عنيد. ولاؤه غير طبيعي لأصحابه ويفديهم بنفسه. شخصيته مستقلة في بعض الأحيان، وبيحب اللعب الكتير. خامسا، رأيي الشخصي. الكوفاز من أنواع الكلاب اللي متمش تهجينها كتير زي باقي أنواع الكلاب، وعشان كده هتلاقي إن جيناته وطباعه دايما مشتركة حتى لو قابلت كلاب مختلفة من نفس النوع. ولذلك بيعتبر من الكلاب المضمونة اللي لو جبتها لحراسة أو راعي هتسد معاك. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.